بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر منصة نوادر الخليج وعلى رأسها صاحبها ومن هو على إدارتها الإعلامي الكبير سعد بن منصور السبيعي. نشكره على حضوره الدائم في كثير من مهرجانات الإبل وكثير من محافل الدولة رعاه الله ومحافل القبائل، وهو يمثل الإعلام التمثيل الحقيقي الصحيح. نشكر على حضورها الدائم، وأننا سعدنا هذه الأيام في تكريم ملاك الإبل من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز على تكريمه لهؤلاء الرموز وملاك الإبل من الذين حصلوا على جوائز وفوز كبير، من الذين حصلوا على جوائز وعلى تكريم لفوزهم في مزاين الإبل. وأن العرب عرفوا بالإبل من قديم الزمان من عصر الجاهلية. يقول الشاعر الذي يقول: يا راهب الحي هل مرت بك الإبل، شبكت عشري على راسي وقلت له يا راهب الحي هل مرت بك الإبل. فالإبل معروفة من قديم، والشاعر الجاهلي قديم يقول: يبكى علينا ولا نبكي على أحد ونحن أغلظ أكبادا من الإبل. فكانوا العرب يضربون بالصبر بالإبل، ويضربون بالقوة، ويضربون بالشجاعة، ويضربون بكثير من الأمور للإبل. والإبل عند العرب تراث يعتزون به، ودائما ابن البادية يتمثل بقعوده. ونشكر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض لتسليمه جوائز للفائزين في مزاين الإبل، وهذا تكريم لهم، وسيشجع غيرهم ويشجعهم أيضا في المستقبل. والدولة رعاها الله جاهدة دائما في هذه المهرجانات، ترعاها وتدعمها في كل مكان، وتهتم بتراث المملكة العربية السعودية أينما يكون، من عصر الملك عبد العزيز رحمه الله موحد هذا الكيان الكبير، وإلى اليوم إلى العصر الزاهر بعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، راسم صاحب الحزم والعزم والإنجاز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز راسم سياستنا السعودية الحديثة وصاحب رؤية 2030، وهو من حقق إنجازات ومكتسبات. والملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هو من رفع هيبة السعودية أمام دول العالم في حضوره لقمة العشرين وفي الصين واليابان وفي كل مكان، وهو أيضا راسم سياستنا السعودية الحديثة وصاحب رؤية 2030، وهو من دعم الشباب ووجههم إلى العمل وإلى الإبداع، وهو أيضا من شجع ملاك الإبل في هذا المهرجان العظيم، مهرجان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن موحد هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية. وأن هذه الجوائز الكبيرة في قيمتها والعظيمة في معنويتها، بحيث أنها من دولتنا رعاها الله. نسأل الله الأمن والأمان للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله التوفيق لقيادتنا الرشيدة التي نباهي بها قيادات العالم، ونباهي بهم ملوك العالم ورؤساء العالم، فهم ملوك أبناء ملوك أبناء ملوك، استطاعوا أن يتعاملوا مع شعبهم بأخلاق إسلامية.